لاعبي النصر والإداريين والجمهور مع التحية. إخواني، علينا أن ندرك تماما بأن أي مباراة ديربي غير ديربي، المباراة التي بعدها مباشرة أعتقد أن هذه آخر مباراة بتلعبها، هذه آخر مباراة بتلعبها، وحط إمكانياتك في بالك أن هذه آخر مباراة بلعبها وآخر نتيجة بحققها، أني أنا أحقق بكل إمكانياتي بكل قدراتي، أوفر طاقتي على أساس أقدر أستطيع أن ألعب ولا أستسلم للهمزات وللهمسات، خاصة إذا كانت سلبية. والهمسات السلبية في بعض الأحيان ممكن يحفزك. يعني أنا أعطيك مثال الآن، في يوم من الأيام في أحد الموظفين الصغير العاديين جدا دخل في إحدى الغرف خاصة بالمهندسين، وبالتالي قالوا له شرب كاس ماي من نفس المكان، فقال له أحد المهندسين الأجانب هذا ليس مكانك، هذا مكان خاص بالمهندسين. فهذا خذ، ما قال واستسلم، لا أنا ما أقدر، إمكانياتي، شوف أنا المكان هذا ما يستحقني، أنا لازم ما أكون أتواجد في هذا المكان. لا، شو قال؟ قال أنا سأحقق النتيجة المرجوة. درس، راح أمريكا وكمل دراسته، وجاء مهندس في نفس الغرفة مع نفس الأشخاص في نفس المكان، بل تحدى ذلك حتى أصبح الرئيس الأعلى أو المدير العام للمكان لشركة أرامكو السعودية، ومن ثم بعد ذلك أصبح وزير النفط السعودي في تلك الفترة. فهذه التحفيز يعطيك شخص أمور سلبية، أنت حفز نفسك أنك تروح إلى الأمام. هذه نقطة. في أيضا فريق رياضي أيضا راح إلى المشاركة في بريطانيا، هذا الفريق حاول، يعني أكثر المتفائلين أنهم يسيرون فقط للمشاركة ويحققون النتيجة اللعب فقط، ومن ثم يرجعون، وحتى حجزوا لهم تذاكر العودة، يعني بعد المباراة الفلانية لا خلاص بنعود. يعني أكثر المتفائلين كان يفكر كذي، لكن كابتن الفريق كان مختلف تماما. كابتن الفريق قال نحن ما جايين للمشاركة، نحن جايين لنحقق بطولة العالم. وفعلا هذا الإنسان حفز ربعه، جعل فيهم هذا الحلم اللي موجود، فبالتالي حقق الحلم لبلاده، وحقق حلم نفسه، حلم زملائه، وحقق بطولة العالم، رغم ان كل المتفائلين اللي كان متفائل لآخر درجة كان يفكر ان هذا الفريق فقط سير يشارك. لكن عندما يكون عندك كابتن، الكابتن مو تحط الشارة هني، الكابتن انك كيف تحفز ربعك، كيف تشجعهم، كيف تكون أداة محفزة لهم وتعطيهم نوع من الطاقة. وخاصة لأن البرمجة الآن، نحن في زمن الآن مختلف عن زمان اللي ما كان فيه سوشيال ميديا. اليوم أنت في كل تطبيق تشوفه بتشوف إن في ناس قاعدين يضخون أفكار ويحاولون إنك أنت تاخذ من الأفكار هذه، لأن أنت بطبيعة البشر إنسان. فأنا أقول كل الأشياء اللي تاخذها حولها إلى مولد داخلك، إنك تفكر إن هذه بتكون آخر مباراة ألعبها في حياتي. كل مباراة بتلعبها اعتبرها أن هذه آخر مباراة ألعبها، يجب علي أن أبين كل طاقاتي. أنا أتذكر سامي إسماعيل شقيق الأخ خالد إسماعيل، كان يلعب من أحد الركائز الأساسية، كان في نادي النصر، انتقل إلى فريق عجمان. تصدقوني بالله أنا كنت حاضر هذه المباراة، لعبنا آخر مباراة في كأس رئيس الدولة. تعرفون أن سامي إسماعيل لعب في هذه المباراة أكثر مباراة إثارة وأكثر مباراة لعب في سامي إسماعيل في هذه المباراة بطريقة غير طبيعية. وشفنا سامي كيف ينتقل من مكان إلى مكان وبنشاط غير اعتيادي. فسبحان الله، الإنسان يجب عليه أن يكون عنده داخل مكان من القوة، وما يستسلم، وما يدخل الانهزامية في داخله خارج الملعب، لأن الهزيمة تكون في بعض الأحيان خارج الملعب قبل أنت تكون في المستطيل الأخضر. لا تنظر إلى الفريق اللي أمامك، انظر إلى إمكانياته، احترمه، قدره، لكن قدر نفسك وقدر ذاتك أيضا، واعتبر أنك أنت تحمل هذه الفانيلة وتلعب بكل قوة. وهني ستبشر أنت بالخير، وبتشوف نفسك أنك أنت اختلفت
عن المباريات السابقة. ليش؟ لأنك أنت آمنت بنفسك، آمنت بقدراتك، آمنت بقدرات فريقك، وصحيح عندك إمكانيات محددة، ولكن آمنت بالخطة اللي موضوعة وتقدمت للأمام، وبالتالي ستحقق الهدف المرجو رغم كل المعوقات اللي موجودة. ودائما نحن نؤمن بحديث سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، يقول لك يجب أن نحن ما في شيء اسمه قاموسنا مستحيل، يجب أن نحذف كلمة المستحيل من قاموسنا، وما في شيء في الحياة، والحياة كلها عبارة عن تحديات ومعوقات، يجب نحن أن نواجه هذه التحديات والمعوقات إن وجدت، ونحاول نزحزحها في طريقنا ونتقدم إلى الأمام. ولكن إذا استسلمت ودب اليأس بنفسك وأنت أصبحت شخصية انهزامية وتفكر أنك أنت بتكون على نفس المنوال، صدقني بتكون النتائج نفس الشيء. لكن إذا غيرت ستغير، إذا غيرت الفكر سيتغير كل شيء في حالك، لأنك أنت عندك العطاء، عندك القدرة. واليوم عندكم على سبيل المثال لاعب مثل ميلا اللي كان في كأس العالم، لاعب مثل اسماعيل مطر، شوفوا رغم تقدمه الآن يتقدم في العمر، لكن عطاءه قاعد يزيد، قوته اللياقية قاعد تزيد. ليش؟ اللياقة والانضباط. وهذا الإنسان الانضباط يا أخواني خارج الملعب أكثر من داخل الملعب. بوركتم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكم دائما التألق والنجاح. دمتم على خير، نلتقي لنرتقي إن شاء الله فكرا ونهجا. دمتم سالمين.